اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعمد مفتي الشيشان كلب قدروف العاوي لنزع النقاب عن وجوه المسلمات وإمعانا منهم في تقويض ثوابت هذا الدين العظيم وتخويف المسلمين وإرهابهم، يفعلون ذلك على شاشات التلفاز الرسمي. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. يحاربون حجاب المسلمات ويجعلون رمز العفة والطهارة والسكينة والشرف دينا جاءت به الوهابية، يجعلونه دين الوهابية، مذكريننا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسبون مذمما وأنا محمد. يسبون مذمما، ينسبون هذا الشرف والعفة للوهابية سبة، وهو الشرف والعفة والطهارة، وقد حرموا من ذلك. يا قدروف، يا صبي بوتين قاتل أطفال المسلمين في سوريا وغيرها، يا صاحب الدين الصوفي الأشعري الماتريدي، لا تزال فضائعكم تأتينا في كل حين لتكشف لنا عن الإسلام الذي تدعون الناس إليه. والله ما اجترأ المشركون على حجاب المسلمات إلا لما أوجدوا فينا أمثال مفتيك من علماء الضلال والسوء، وقد صدق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. هؤلاء المنافقون جرأوا المشركين على المسلمات. أنا لا أتحدث عن حكم النقاب في الإسلام، أتحدث عن قوم لا يريدون دين محمد صلى الله عليه وسلم أصالة، ومتى طاوعناهم وواتيناهم على هذه تصاغر عندنا التساهل والتنازل عن غيرها. سبحان الله، ماذا بقي في صدورنا من إسلامنا إذا سب نبينا صلى الله عليه وسلم وهتك النقاب عن وجوه نسائنا ثم لم نحرك ساكنا؟ ماذا بقي لنا؟ أين معاشر المسلمين في الوقت الذي تسب فيه فرنسا رسول الإسلام، تطعن في قرة عيون الموحدين بأبشع السب وأنكاه؟ يجترئ هؤلاء على نقاب المسلمات ويشغلون شعوبهم بمثل هذا. سبحان الله، أين هو العيسى والجفري وفودة ووسيم يوسف؟ دعاة التزييف يزيفون الحقائق، أين هم اليوم؟ لا ينبسون ببنت شفة، وقد ملأوا الدنيا طعنا في الإسلام المصفى، طعنا في السلفيين الوهابيين باسم الإسلام المصفى والكيوت. ما لنا لا نسمع عنهم شيئا. يا خونة الإسلام وأراذل المفتين، يا حثالة المتأخرين، قاتلكم الله، لا عزة الموحدين ولا مروءة الجاهليين. لقد ساءنا ما رأينا يا فتاة الإسلام. اصبري واحتسبي، زماننا زمان السنوات الخداعات، يؤمن فيه الخائن ويصدق الكاذب ويصدر للناس كل رويبضة كذاب تافه. اصبري يا فتاة الإسلام، حجاب أمهات المؤمنين يغيظ صدورهم، إنهم لا يعرفون الطهارة ولا العفة. اصبري واحذري، هم الذئاب وأنت الشاة، فاحترسي من كل مفترس للعرض مستلبي. هل يستوي من كان رسول الله قائده؟ هل يستوي من كان رسول الله قائده دوما ومن يفتيه أبو لهب؟ كوني كامرأة النعمان بن المنذر، سقط نصيفها من على رأسها ووجهها وهي في السوق فصاحت: المرأة الحرة تغار على نفسها. صاحت، تناولت نصيفها بيدها واتقت وجهها وغطت على وجهها ورأسها بيدها الأخرى. رآها النابغة الشاعر فقال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. يا أهل الخسة والدناءة، قاتلكم الله، ما أملأ قلوبكم بالحقد على الإسلام والمسلمين.
إنما خلق الله الغير لأهل الكرامة، ولا يعرفها إلا الأحرار من الرجال. الغيرة من دين الإسلام، ولستم من دين الإسلام في شيء. حرم منها من اجتالته لوثة الدياثة الغربية، وخير أمر النساء أن لا يراهن الرجال. قدروف يهدد بتفتيش أبدان المسلمات وخلع النقاب عن وجوههن. أهذه أكبر مشاكلكم في الوقت الذي يجترئ الغرب على الإسلام والمسلمين وعلى رسولنا سيد المرسلين؟ أهذه هي أكبر مشاكلكم؟ خرقة على وجه المتنقبات، أمارة الوهابيات. أسأل الله العظيم أن يرينا خزيكم في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتوبوا وترجعوا. ومن شايعكم ومن كان قادرا على الإنكار من المسؤولين ولم يفعل، أي دم ذاك الذي يجري في عروقكم؟ حرب الفجار في الجاهلية الجهلاء قامت بين قريش وهوازن، لأن رجالا من كنانة اعترضوا لامرأة من بني عامر وراودوها أن تكشف فقط عن وجهها، فنادت يا بني عامر، فجاوبتها سيوف بني عامر. أي دم ذاك الذي يجري في عروقكم؟ لا عزة الموحدين ولا مروءة الجاهليين. عباد الله، نصيحتي لكل من يسمع هذه الكلمة: هذا زمان البيان، فلينقل من يستطيع الحق لأهل بيته، لحيه، لمن قدر أن يوصل له صوته في وسائل التواصل المشهورة. قال الله عز وجل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بينوا الحق وانشروه. ونصيحتي للمسلمات أن يصبرن وأن يحتسبن، ومن استطاعت منهن الرحيل إلى أرض تقدر على إقامة دينها فيها فلتفعل. ونصيحتي للمسلمين اليوم: أنتم في زمان من لم يثبت فيه على الحق زال في زمان الفتن التي تجرف القلوب وتغير النفوس. اصبروا على الحق وبينوه، وإياكم أن تغتروا بدعاة السوء، إنهم دعاة تغيير وتزييف الحقائق. لقد ملأ آذاننا وصدع رؤوسنا كلامهم عن حرية التعبير وعن حقوق الإنسان، مصطلحات جوفاء يا أبناء الإسلام، مردها إلى مقاصد المجرمين الذين وضعوها. حرية التعبير تساوي سب الله ورسوله، وحقوق الإنسان تساوي محاربة الموحدين ولحاهم ونقاب نسائهم. يعرفون ما الذي يغيظ المسلم العربي الحر. لم نر منكم من تحرك فيما يملأ صدور المسلمين عزة وكرامة لسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم تشتغلون بهذه الخرقة على وجوه المسلمات. ألا لعن الله الظالمين ومن شايعهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. انشروا يا إخواني وبينوا الحق لعله يصل لغافل لا يعرف، ولعله يتضح بزيف الزائف نفاق المنافق. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.